المدينة التي تحظى بتقاليد عريقة. كاميرا الأجواء رصدت لنا احتفاء سكان المدينة بهذه المناسبة، وعادت لنا بالتالي مع سيف الدين قداش. هي إذن أهازيج القصيد التي تسبق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة وادي سوف، حيث يقوم سكان المدينة بالاحتفاء بين صلاة المغرب والعشاء بذكر خصال المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال ترديد بردة البصير ومختلف الأذكار التي تستحضر سيرة المصطفى. كبارا وصغارا يتوافدون على المسجد لكي يحيوا بالذكر والأناشيد الدينية ذكرى مولد خير الأنام. وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا. ويعد أهل مدينة الرمال الذهبية مأكولات تقليدية أشهرها أكلة العصيدة ومأكولات أخرى، ويقومون بختان الأطفال ودعوة الجيران ليلة المولد لكي يحيوا قداسة ميلاد نور الأنام فرحة وبهجة بعظمة رسالته. نحتفلوا كذا المولد، نحتفلوا به، نقصدوا في الجامع وندوا لهم لاتاي وندوا لهم القاطو. العائلات السوفية تقوم بدعوة الفرقة الإنشادية في حي الأصنام، عندنا فرقة إنشادية نسوية، وهذه مناسبة طيبة يوقف فيها الواحد ويتفكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتفكر الجو السعيد اللي كان فيه عايش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة، المودة، الخير بين الناس، مبسوط كذا منه. الأمداح الدينية كما قال لك الأخ، وقت اللي يدخل الشهر ربيع الأول تشوف مدينة الواد تختلف عن باقي الشهور. كما قلنا من صلاة المغرب وروح يبدأ القصيد، يبدأ الأمداح الدينية، تبدأ. العرش يزول والمنتهى والسدرة العصماء، الوحي يطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواه. في النشاط الجمعوي وتحت شعار أحب المصطفى ساعد الضعفاء، نظمت صباح اليوم جمعية جزائر الخير كعادتها عملا خيري لفائدة الأطفال اليتامى، حيث استقدمت أزيد من 30 طفل